ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حاجه مختلفه بقى عن موضوع العربيات والكلام ده كله. النهارده جايب لكم جهاز من اسوأ ما يكون مما انتجت يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، انا اصيل لبخه في الكلام، اصيل لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. مما انتجت شركه نوكيا. جهاز بصراحه حاجه يعني في منتهى القرف اللي في الدنيا. انا بحب احيي صانعي هذا الجهاز والقائمين على السوفت وير، لان هم نجحوا بجداره انهم يعملوا جهاز فاشل فاشل فاشل. يا فاشل فاشل يا فاشل، بلاش يا فندم الكلام ده، بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. المهم مش عايز احرق الفيديو. اولا اخترق المجال بتاع الموبايلات، قلت ابوظ مجال تاني بعد بوظت مجال العربيات. انا مش فاهم يعني ايه اللطيف. جهاز انا كنت جايبه لوالدتي، وبعدين قلت بقى ايه، احاول انقل تجربتي المريره مع الجهاز كده في خلال يومين ثلاثه معايا، عشان لو حد بيفكر يجيبه اقول له ما تجيبش البتاع ده. وطبعا تحياتي لصديقي الغالي ابو ياسر، عنده قناه انصحكم ان انتوا تتفرجوا عليها. قناه ابو ياسر قناه عالميه جدا، حبيبي ابو ياسر، قناه مميزه جدا في الموبايلات والتكنولوجيا والحاجات دي. المهم، طيب نبص على محتويات العلبه. العلبه طبعا تفتحها بتلاقي الجهاز حجمه كويس، الخامه بتاعته كويسه. طيب العلبه بقى فيها ايه بعد كده؟ الشاحن. والشاحن فيه ميزه ان هو السوكت بتاعه مايكرو يو اس بي، يعني لو اتزنقت في اي مكان وعايز شاحن ممكن تشحن بالشاحن ده اهو. ميزه برضو نفس السوكت بتاع السامسونجات والشاومي والحاجات دي كلها اهو. السوكت بتاعه هنا. الموبايل بيشحن في حوالي ساعتين ونص ل3 ساعات تقريبا، بيطول طبعا في الشحن. وطبعا الحاجات بتاعت نوكيا اللذيذه بتاعت زمان، سماعات بسلك، يعني حاجه خامتها على قدها خالص، يعني تحس ان يعني ايه، ان هم كتر خيرهم ان حطوا سماعات، بس ماشي اوكي، يعني كويس ان هم حطوا سماعات اصلا في العلبه، مفيش مشكله. وطبعا الكتالوجات التي ليس لها اي قيمه. الجهاز طبعا معاه ضمان، طبعا زي ما قلنا الجهاز ده دول سيم، بيشيل شريحتين وكارت ميموري، شريحتين وكارت يعني بيشيل الثلاثه. نفتح الجهاز كده بالراحه. البطاريه تمام. هنا فيه مكان الشريحه سيم 1 اللي هي النانو الصغيره. عاملين هنا حركه عجبتني بصراحه، ان هو مجهز لسيم 1 صغيره لو معاك شريحه نانو صغيره، وهنا سيم 2 شريحه كبيره، بحيث لو معاك شريحه بتاعتك صغيره او كبيره مش لازم تروح تقص الشريحه وتتزنق، لا، او لو شريحتين واحده تبقى صغيره والثانيه تبقى كبيره مفيش اي مشكله. وهنا ده مكان كارت الميموري، والجهاز ميد ان فيتنام. طيب نركب البطاريه تاني. تمام. الجهاز زي ما انتم شايفين كده من الجنب مفيش اي حاجه، من الجنبين من تحت مفيش اي حاجه. الجزئيه دي اللي بتفتح منها الجهاز من تحت، ومن فوق ده مكان الشاحن المايكرو يو اس بي زي ما قلنا، وهنا مكان السماعه السلكيه. وطبعا سماعه الجهاز الخارجيه بتبقى من هنا، دي سماعه الجهاز الخارجيه، الكاميرا والفلاش. وطبعا عاملين هنا بتاع نقطه كده صغيره خالص اللي هي دي اللي فوق الكاميرا، دي عشان لو حاطط الجهاز على سطح ازاز او ما شابه ذلك، من ناحيه الكاميرا ما تتجرحش، ومن ناحيه عشان الصوت يعلى ما يتكتمش. لكن طبعا السماعه في الخلفيه حركه مش ظريفه عشان بتكتم الصوت لو حاطط الجهاز كده زي ما هو. وهنا عندنا الشعار بتاع نوكيا اهو بالحفر، ومكتوب هنا 4G LTE، يعني الشبكات اللي هي التقنيه بتاعت ال4G، عشان المفروض ان هي بتخلي جوده الصوت افضل شويه والكلام ده، وهو فعلا بيفرق شويه. الجهاز لونج بريس على زرار القفل او النو بيفتح الجهاز. هنبدا بالمميزات بتاعه الجهاز. اول حاجه الخامه بتاعه الجهاز كويسه. الجهاز طبعا بالكامل بلاستيك، وشه وظهره بالكامل بلاستيك، والخامه بتاعه البلاستيك بتاعته مش وحشه، مش افضل حاجه لكن كويسه كعاده اجهزه نوكيا. يعني تحس ان الجهاز لو وقع واتمرمط واتخبط والكلام ده كله مش هيتكسر بسهوله، وكعاده نوكيا حتى لو كسر بيشتغل والكلام ده، فخامه الجهاز كويس. ثاني نقطه التصميم بتاع الجهاز، وان كانت دي مساله اذواق، انا شايف تصميم الجهاز كويس، بسيط سيمبل جدا كعاده نوكيا، وشكله شيك ويرضي معظم الاذواق. طبعا كان نازل منه اللون اللبني ده او اللي بيسموه بيبي بلو، وكان نازل منه الاسود. كانوا عاملين فيه حركه كمان ذكيه عجبتني، ان اثناء المكالمه لو دوست ريس في النص يروح محول دايركت على المايك الخارجي اللي هو ده، بحيث ان انت لو بتكلم حد ومش سامع اللي قدامك كويس، ضغطه هنا روح محوله مباشره على المايك الخارجي، السبيكر الخارجي، وتقدر تحط الجزء ده على ودنك. يعني تقلب الجهاز بدل ما انت تتكلم من هنا تروح قلبه كده وحاطط الجزء ده على ودنك مباشره، مش زي معظم الاجهزه بتاعت نوكيا او الاجهزه الثانيه بيبقى السماعه من تحت هنا. فدي برده ميزه ظريفه. الميزه اللي بعد كده الجهاز وزنه خفيف جدا، يعني وزنه خفيف، وبعدين زي ما انتم شايفين تحس انه عامل زي الصابونه كده، يعني ما فيهوش اطراف حاده، يعني سهل جدا وانت بتحطه في جيبك وانت بتشيله من جيبك. اديكوا شايفين يعني وانا ماسكه في ايدي كده تحس ان انا ماسك قلم. طبعا هو في راديو، في كاميرا، في مكان شريحه ميموري زي ما قلنا، وفلاش بيشتغل مع الكاميرا او بيشتغل ككشاف. كل دي مميزات. في ميزه عجبتني جدا انه ممكن يشغل الراديو بدون سلك، بمعنى ان حضرتك ممكن من غير ما تعمل، بس انا طبعا للاسف عندي هنا المكان اللي انا فيه دلوقتي الشبكه بتاعت الراديو فيه ضعيفه جدا، فمش هيعمل صوت زي ما انتم شايفين اهو. لكن هو بيشغل الراديو بدون سلك. طبعا ممكن بالسلك لكن مش لازم
تعمل كونكت للسماعه الخارجيه علشان خاطر يشغل الراديو، فدي برضو ميزه عجبتني جدا. الميزه اللي بعد كده ان الزراير حجمها كبير نسبيا، يعني زي ما انتم شايفين حجم الزراير كبير نسبيا، فانت شايف الارقام بوضوح والزراير بينها وبين بعض مسافه كافيه، حركه كويسه. طيب الميزه اللي بعد كده في الجهاز ان البطاريه بتاعته قويه، انا ما استخدمتوش طبعا فتره طويله كافيه، لكن البطاريه بتاعته قويه مبدئيا، يعني استخدمته يوم معظم اليوم، شغلت راديو، قعدت حنكش في الجهاز كتير وشويه مكالمات والكلام ده، ورغم هذا لقيت البطاريه بتاعته نقصت تقريبا شرطتين على مدار يوم كامل. يعني انا اعتقد ان البطاريه بتاعته مع استخدام متوسط ممكن تقعد من 3 ل 4 ايام على الاقل، مش اقل من كده. لو حد بقى استخدامه قليل ممكن تقعد في ال5 و6 ايام كمان. طيب جاهزين للعيوب؟ لان الجهاز ده بسم الله ما شاء الله يحمل قدر هائل من العيوب. العيب رقم 1 والعيب القاتل، خطه سيء جدا 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 جدا. بس يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى. خط الجهاز رفيع جدا بطريقه مستفزه. عشان تقرا مثلا التاريخ بتاعه، نحاول اقرب لكم اهو زي ما انتم شايفين التاريخ، عشان تقراه منمنم جدا. يعني اليوم مكتوب اهو الاحد 1/1/23، حاجه يعني عايزه واحد يكون نظره مش 6/6، عايز واحد يكون نظره 15/6، شارب وسوني وفيليبس وكانون وهانكوك وكل حاجه في الدنيا. يعني الجهاز يعني فعلا اختبار بصر. يعني اعتقد بتوع الكليه الحربيه والكليه الجويه والكلام ده المفروض يجيبوا الجهاز ده يختبروا بيه الطلبه اللي متقدمه للكليه، هيكون هايل جدا. خطه سيء جدا جدا، نظري بفضل الله كويس، لكن كنت جايبه لوالدتي هي ما شافتش فيه حاجه، وانا جاي بقناع ان لا خطه كويس، لقيت ان انا برضو مش شايف فيه حاجه، فلا الموضوع كان سيء جدا. يعني بتالف في الاسامي صغيره جدا، الارقام عشان تقرا رقم يعني شبه مستحيل انك تعرف رقم 2 من 3 يعني بالعربي، وفي الانجليزي في الانجليش بقى اللي هي 3 و8 ال8 وال3 هيبقوا زي بعض، حاجه سيئه جدا. ده اسوأ عيب فيه على الاطلاق، رغم ان الشاشه كبيره. حاطينه في تلت الشاشه ده الرقم. ليه؟ انتوا عندكم بقيه الشاشه كبيره خالص، يعني افرض الرقم هنا، طب اعمله بولد شويه. لا، الجهاز مع الاسف الشديد ما فيهوش تحكم في حجم الخط نهائي. الشركه بتقول لك العب مع الاسد عشان تشوف التاريخ بتاعها والساعه كام، حاجه يعني رهيبه. لازم تجيب عدسه مكبره عشان تشوف الكلام ده كله. يعني انا عايز اوريكم برضو، حتى لو دخلنا على رساله مثلا من فودافون اهي، الخط يعني سيء يعني، وما يكبرش ولا يصغر عن كده، يعني هو الخط اخره كده، فده اكبر عيب في الجهاز. طيب العيب اللي بعد كده، اللي عامل السوفت وير بتاع الجهاز ده اكيد كان بيعاني من اضطراب نفسي او مشكله وهو صغير، انا مش قادر اعرفها. ليه؟ اجهزه نوكيا كلها منذ قديم الازل من اواخر التسعينات، ومعروف ان الاسهم دي بتقدر منها انك مثلا تنزل سهم تحت يروح فاتح الاسماء، سهم فوق يفتح الكاميرا، سهم يمين يخش على الكالندر مثلا، سهم شمال يفتح الرسائل. معظم الموبايلات النوكيا كده. ممكن تغير التخصيص او بعض الموبايلات ما بتغيرش التخصيص وهكذا. هنا الاربع اسهم يا حماده ما فيش الكلام ده، احنا تدوس سهم تحت يمين شمال فوق ما يعملش اي حاجه، واذا كان عاجبك هتقولي ممكن في سيتنج، ما فيش في السيتنج حاجه، هو ما فيش تخصيص. انت عندك اقصى حاجه السهم الشمال والسهم اليمين، دول بس اللي تقدر تتحكم فيهم. طيب العيب اللي بعد كده، الجهاز عشان تقفل المفاتيح تقفلها ازاي؟ من الزرار بتاع النوم، ضغطه، حاجه في منتهى الغباء اللي في الدنيا. ليه؟ انا دلوقتي سي مثلا فاتح حاجه زي كده، جاليري مثلا، فاتح مثلا صوره، الاول كنت بدوس دوسه هنا على الهوم يطلع بره خالص، دلوقتي تدوس دوسه يروح طالع بره البرنامج، بس تاني دوسه يروح قافل الشاشه. طب ليه؟ يعني انا عايز ارجع هوم. الحاجه اللي بعد كده، انت عايز تفتح الزراير بتاعه الجهاز، بتعمل ايه؟ اي جهاز نوكيا ربنا خلقه في الدنيا كنت بتدوس انتر ونجمه، هنا لا، مش انتر ونجمه، هنا لازم تدوس انتر وانتر تاني وبعدين نجمه. ليه؟ غلاسه. والله حضرتك احنا عايزين نقرفك، لو كان عاجبك، مش عاجبك ما تشتريش الجهاز. حاجه في منتهى الغباء اللي في الدنيا. كمان واحده والنبي يا ريس، كفايه بقى ده كمان واحد. طيب الحاجه اللي بعد كده، الجهاز مقفول، انا عايز افتح الجهاز مثلا اعمل مكالمه زي معظم الناس ما بتعمل، دوست اهو يا عم حاضر، انتر ونجمه، تلاقي نفسك دخلت جوه الهوم بتاع الجهاز. ليه؟ لا انا عايز اعرف ليه بجد، يعني انا ليه داخل جوه الهوم بتاع الجهاز؟ يعني انا عايز اعرف ايه الحكمه من كده، يعني انتم مدخليني ليه جوه الهوم؟ مش فاهم. يعني انا افتح اي جهاز في الدنيا بابا واقف هنا على الوول بيبر الخارجي، ليه اقفل الجهاز؟ انا على الوول بيبر اهو الخارجي، قفلت الجهاز، انا عايز افتح الاقي نفسي بره زي ما انا اهو فتحت الجهاز، ليه راميني جوه هنا؟ عايز اعرف. فتضطر تعمل ايه؟ لو غلطت ودوست هنا يروح قافل الجهاز تاني، فتروح دايس انتر نجمه، يروح مدخلك جوه تاني. لازم تاخد بالك قوي وتدوس على الباك اللي فوق هنا اهو. وخلي بالك من نقطه، ان انت لو انت جوه اي حاجه في الجهاز، فاتح مثلا الكاميرا وعايز تطلع بره، هتدوس باك عشان ترجع، باك بالغلط هتروح فاتح مثلا الراديو، هتقولي مش لازم تعمل هنا راديو، انت عملت اي حاجه ايا كانت، يعني هتدوس عليها بالغلط، عملت تدوس باك، حاجه في قمه الغباء. عاملين اختصار للكشاف؟ لا والله حضرتك مش عاملين اختصار للكشاف، عشان نزل لك لازم تخش هنا جوه القايمه وتنزل تقعد تدور الكشاف فين، الكشاف اهو، نروح دايسين هنا عشان يولع الكشاف. طيب عايزين
عايزين نطفي الكشاف، ندوس يطفي؟ لا، ندوس ندخلك جوه الكشاف، هو لسه والع. ليه؟ والله غلاسه اهو. هنا بقى تطفي الكشاف او تولع الكشاف، لكن ان انت تولع الكشاف من بره زي خلق الله كلهم، لا مفيش الكلام ده. طب ليه؟ يعني هو الكشاف اهو طفيته وبعد كده نرجع بره. طب افرض انا مزنوق في حته عايز اولع الكشاف مره واحده، اي جهاز نوكيا بدوس دبل بريس فوق يولع الكشاف، او تعمل اي زرار اختصار او بتاع. لا هنا مفيش حاجه زرار اختصار، الزرار الوحيد اللي تعمله اختصار شوف كل مره يروح مدخلني جوه الصفحه دي اليمين او الشمال، ولو عملته كشاف خلاص طار الزرار ده على كده، ما تقدرش تعمله اختصار لحاجه تاني. طيب بالنسبه للكاميرا، الاداء بتاع الكاميرا ايه؟ طبعا اداء الكاميرا بصراحه بالكتير هديله مش وحش، عارف ان الموبايل ده مش موجه للناس البروفيشنال، عارف الكلام ده، لكن يعني طيب كمان عيب في الموبايل، الزراير مسطحه تماما، الزراير مسطحه تماما، مفيش اي بروز في الزراير، مفيش اي بروز، ودي مشكله. حتى الجزء الاوسط، الاسهم اللي بيسموه جويستيك اللي هو الاوسط ده مسطح تماما تماما زي ما انتم شايفين. دي بقى مشكله في ايه؟ ان المفروض ان اي موبايل تبقى حضرتك عامل المربع ده بارز شويه عشان ما ادوسش على رقم 2، ما ادوسش على ده، ما ادوسش على ده، ما ادوسش على اي زرار، يبقى في ايدك كده سهله. هنا هم كلهم زي بعض، كل ما تيجي تدوس سهم تحت تروح دايس على الاثنين، تيجي تدوس 2 دوس سهم تحت، قريبين جدا، لازم تدوس بضوافرك. كذلك الزراير دي. ليه؟ يعني ليه؟ يعني اعمل على الاقل خالص، اعمل ده اكتر حاجه بتستخدم، اعمله بارز. الجهاز فعلا استخدامه تحسه حرفيا في كلمه واحده غبي، يعني هو متعمل غباء، رغم ان اجهزه نوكيا طول عمرها كانت هي الكينج بتاع اجهزه الزراير التسعينات. الخلاصه، لو انت نظرك ممتاز وما عندكش مشكله ان الجهاز يبقى خطه منمنم وصغير قوي كده، اوكي. لو انت مش فارق معاك قوي كواليتي الصوت، لان انا ما اتكلمتش كواليتي الصوت بتاع الجهاز مش افضل حاجه، مكتوم الصوت، تحس ان انت بتسمعه ان حاطط منديل على السماعه، مكتوم. انا قارنت نفس النغمات اللي فيه بجهاز نوكيا قديم جايبه الابن، لا هنا النغمه مكتوم. زي ما قلت الجهاز من ضمن المميزات اللي فيه ان هو فيه فيسبوك وتويتر، نازل اوريجينال، نازل فيسبوك اهو ونازل تويتر عليه. الجهاز ده سعره وقت تصوير الفيديو حوالي 900 جنيه بس يا عم. فده كان ريفيو تفصيلي عن نوكيا 220، واذا ربنا اراد وجبت موبايل غيره بيحل المشاكل او المساوئ او السلبيات اللي في البتاع اللي في ايدي ده، هحاول لو حبيته اعمل ريفيو تاني عنه، لان في ناس كتير بتبقى عايزه موبايل سكند، موبايل تاني يحط في شريحه تانيه، يكون موبايل صغنن كده وبزراير، او مثلا بيقرمز على مراته حاطط شريحه تاني في الجهاز ده وبيعملوا سايلنت ومش عارف ايه، خلي بالك هتتقفش، بلاش الحركات دي. لو عجبكم الفيديو قولوا لي في الكومنتات ما كررش التجربه دي تاني، ولا تحبوا ما كررهاش، ان في جميع الاحوال مش هكررها. بس كان معاكم محمد فاروق، قناه تجربه كار، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. سلام. ما تنساش اللايك والشير.